السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام العالم الكبير أبو بكر بن العربي يحكي حكاية في منتهى العجب عن الفتوى في كتابه أحكام القرآن. فيحكي عن رجل اسمه محمد بن قاسم العثماني. قال هذا الرجل يحكي للإمام أبو بكر فيقول: وصلت الفسطاط هذه مدينة بناها عمرو بن العاص في مصر، وهي الآن في القاهرة. قال: دخلت الفسطاط فجئت مجلس الشيخ أبو الفضل الجوهري، هذا كان من أعلم الناس وقتها. قال: فجلست في مجلسه، فكان من أول كلامه أن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. الطلاق معروف، والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وهذا محرم. والإيلاء هو أن يقسم الرجل ألا يجامع أو لا يقترب من زوجته. فهذا الرجل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل، وهذا الرجل يسمع. قال: فلما خرج العالم انتهى من مجلسه وخرج تبعته، وكان معه بعض الطلبة يسألونه وهكذا، حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا وعرفهم أمري. عرف أني غريب فقال: أراك غريبا. قال: هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، فخفوا عنه فقاموا، وبقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، وسمعتك تقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت. وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزورا، فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو محرم، فلا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إليه وقبل رأسي وقال: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. اسمع كيف نصح هذا الرجل، وكيف هذا العالم الكبير قبل النصيحة من هذا الرجل الذي هو أقل منه علما. اسمع ماذا حدث. قال: ثم رجعت وحضرت مجلسه في اليوم الثاني، فألقيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر. فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي، كل الناس أصبحت تنظر إلى هذا الرجل. قال: تبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر. هذا الرجل كان في منتهى الحياء، حتى أنهم قالوا كان إذا سلم عليه أحد يحمر وجهه. أنت متخيل الموقف اللي الرجل ده فيه، والمسجد ممتلئ عن آخره. قال: وأسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم، وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فأتبعني هذا إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر. فجزاه الله خيرا، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. اسمع ماذا قال أبو بكر بن العربي. قال: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين. هذا الرجل ما تكبر أن يقبل الحق ممن هو أقل منه، وهذا الرجل الذي رد
الخطأ على هذا العالم ما رده على الملأ وما بين خطأه على الملأ، لأنها الملأ النصيحة على الملأ فضيحة كما يقولون. ولله در الشافعي رحمه الله حينما يقول: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس